السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من أيامنا الجميلة قوي في مصر أم الدنيا حبايبي. النهاردة أنا نزلت علشان أجدد الرخصة بتاعتي. طبعا فتحنا المخالفات، اتفاجئنا بحاجة غريبة جدا وحاجة مستفزة جدا. لما أنا كنت هنا آخر مرة كنت واقفة عند سوق الفاكهة، لما أنا جبت فاكرين لما جبت المانجا العويس، جبت كام كيلو وطلع فيها كذا واحدة مش مانجا عويس، مغير النوع وحاطط لي نوع تاني. فانا ساعتها رحت جاي اقف في نفس المكان اللي دايما بقف فيه، لما لقيته فاضي لقيت اللي واقف بتاع المرور بيقول لي ممنوع. قلت له الامر كذا 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 كذا، والراجل اهو يعني قدام العربيه، انا مش داخله السوق اشتري حاجه. قال لي طب يلا بسرعه. انا نزلت خلصت الموضوع بتاع المانجا اللي انا كنت عامله لكم عليه فيلم وقاعده اعيط يا عيني. رجعت فهو كل شويه عمال يقول لي ايه، كل سنه وانت طيبه يا مدام، كل سنه وانت طيبه يا مدام. مفيش مناسبه يقول لي عليها كل سنه وانت طيبه، انا ناسيه مش واخده بالي، او يا ستي اعتبريني ان انا ما خدتش بالي. عارفين يا جماعه عمل ايه؟ راح حط لي مخالفه 3900 جنيه، 4 مخالفات في مخالفه واحده. الوقوف، السير في اماكن الممنوع السير فيها، والسير في اوقات غير مسموح بيها اللي هي بتاعت الكورونا، اللي هي بتاعت زمن الكورونا. عدم اتباع رجل المرور، السير عكسي. جوز اختي بقى مستغرب بيقول لي ايه ده لو كلهم بقى ايه في نفس الوقت وفي نفس المكان ونفس اسم اللي كتب المخالفه، وكله بقى ايه مخالفات كتابيه، ما فيش صور، ما فيش كاميرا، ما فيش الكلام ده، ما فيش اللي هي مخالفه واحده على بوريم لما كان ماشي في محور جيهان السادات ما كانش حاطط الحزام قدام، حتى طالع في الصوره. يعني هي ديت الوحيده اللي متصوره. الثانيه بقى شفته، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي ما بتخافش ربنا. بصوا يا حبايبي، وصلني الاوردر ده دلوقتي، وريم هي اللي صورتهولي. بتقولي يا مامي انا صورتهولك بس التصوير مش احترافي، بيقولي لي بقى راي متابعينك في التصوير بتاعي. فيا جماعه شجعونا بقى، عايزين كومنتات حلوه كده الريم، علشان اكيد انا عارفه ان هم وحشوكم جدا وعايزين يعني يسمعوا رايكم. ده الفاونديشن اللي كنا طالبينه قبل كده من شي جلام، وهحط لكم كل الروابط بتاعتهم عموما اللي تقدروا تطلبوا منها. وكل واحدة طبعا بتختاري درجة الفاونديشن على حسب البشرة بتاعتك. تمام. العلبة بتيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. في طبعا انواع فاونديشن كتير ومتعددة وكونسيلر وكده. ده كان اختيارنا النهاردة اللي هو بيجي بالعبوة بالشكل ده. طبعا انا اخترت الدرجة المناسبة ليا لبشرتي انا. الاتنين التانيين طبعا كانوا جايين لي في الحر، فزي ما انتم شايفين بقى كده اللي هم كانوا متكومين على جنب. البنات ما خلوهمش شويه، المفروض ان هم كانوا يحطوهم في يعني ايه، يرجعوا لوضعهم الطبيعي بعدين يدخلوهم التلاجة. لذلك وهي بتفتح تلاحظوا ان هم الكريم كله جاي على جنب، بس عادي بقى لو انت سبتيه شويه بياخد وضعه يعني في العبوه. وتعالوا بقى نجرب. بصوا يا بنات الفاونديشن ده، بس انا عايزاكم تركزوا في حاجه مهمه جدا، ان ممكن واحده تقول لي ايه انا بشرتي لون بشرتك وعايزه نفس الدرجه انت جايباها ايه. لا، انا ممكن اكون على الطبيعه بشرتي تختلف عن بشرتك. لذلك ادخلي على كل صوره، مثلا انا هحط لك لينك مثلا رابط الموقع يعني بتاع الفاونديشن. ادخلي افتحي الصوره، بتبقي شايفه التصوير. على فكره بيبقى هو تيبيكال الحقيقي، لون بشره الموديل اللي محطوط عليها الفاونديشن بيبقى هو يعني خلاص 100% يعتبر من لون البشره على الطبيعه. فانت بقى بتقارني بشرتك، بتشوفي المناسب. طيب عموما انا بالنسبه لي انا كمروه اللون ده اللي مكتوب عليه فاير، حتى البودر اللي هي بقى منه اللي بتتحط بعده برضو نفس الاسم اللي مكتوب عليها فاير. هي ديت باودر، وفي نفس الوقت من تحت فيه اللي هي لوس باودر اللي بتتحط، بس انا لاحظت ان هي غامقه، فانا خايفه بصراحه ان انا استخدمها وابوظ اللي انا بعمله. بصوا اهو الفاونديشن الكريمي نفس درجه الباودر، يعني ممكن يكون في اختلاف بس المهم ان النتيجه بتاعتهم بتطلع واحده. انا طبعا هحاول ازوم لك يعني. وعايزه بقى اقول حاجه من تجربه، احرصي جدا 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 وانتي بتستخدميه، لان اقل كميه بتعمل تغطيه 100%. انا هاخدك دلوقتي اصلا، يعني بصي هو انا خدت مثلا لحسه اهو من الكريم، بصي لحسه اهي، بصي هتعمل ايه، شايفه؟
طبعا الاسفنجه مبلوله ومعصوره في اقل كميه بقى، هي اللي انت ايه هتتعاملي معاها. شوفوا التغطيه عامله ازاي. وهوريكي كمان حركه تانية دلوقتي هم عاملين بيعملوها علشان تستوعبي. بصوا يا جماعه، لزق، جبت لزق اهو، احطه مثلا هنا اهو. انا عايزه اوريكم التغطيه عامله ازاي، او ان هو بيأثر ازاي. بصي فاقل كميه هي اللي انت تتعاملي بيها، ما توزعيش على وشك كله وبعدين تبداي تمشي بالاسفنجه. اديكي شفتي اهو، انا حطيت نقطه واحده بس هنا، وهي اللي انا هتعامل بيها في باقي الوش. لما احس ان هو بقى خلاص في اجزاء محتاجه ان هي يعني تتحط عليها تاني، هاخد كميه بسيطه جدا. على فكره لونه مخيف، لونه مخيف، لازم اقل كميه زي ما قلت لك. ثانيه واحده بقى، انا هوزعه كده صح وباتقان، واوريكي اللوك هيبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه، ظبطت الدنيا وما كترتش طبعا حوالين عينيا، وبالجزء المبلول برضو هنا بقيت عماله بخفف فيه على قد ما اقدر. وحطي بايديكي زي ما الطريقه اللي انت تقدري تعملي بيها. بس انتوا عشان عارفين بقى، ريم هي اللي استلمت لي الاوردر، وانا بالفعل اصلا انا طالباه مره تانية لانه فعلا حلو جدا وعجبني جدا. البودر بقى على خفيف، انا مش عايزه بقى اكتر، انا مش عايزه احس ان انا اباجوره، وانا اصلا اباجوره خلقه يعني. شوفوا يوحد اللون، خلى كده البشره خلاص جاهزه اننا نحط عليها اي حاجه. طبعا المنظر اللي انا عملته دوت نفرتيتي ده ثانيه واحده بقى. انتوا خلاص حفظتوني يا بنات، احب احط الهايلايت قبل البلاشر. بحس ان بالنسبه لي انا يعني ما بحبوش يبقى ملطع. عارفين يعني ايه ملطع؟ اللي هو مبقع كده في كل حته، يعني ان هو يكون متكتل. في طبعا بنات بيبقوا شاطرين جدا فيه بعد البلاشر، فبيعرفوا يوزعوه متمكنين. فانتوا عارفين انا مش يوميا يعني قاعده احط ميك اب، فايدي مش واخده على الموضوع. لذلك يعني انا بحطه قبل البلاشر، وبعدين ممكن احط تاني بعد البلاشر كده على الفرشه نفسها للتاكيد، يعني بحيث ان يبقى اللي فوق مع اللي تحت مدموجين مع بعض، ما تحسوش ان في خطوط او في فواصل كده ما بين البلاشر والهايلايت، او مثلا بينهم وبين الفاونديشن. لا، كله يبقى في كده مزج صح. وانا بقى عشان حبيت خلاص اللوك دوت، حسيت ان هو يعني لطيف كده وكيوتي شويه، فمش حابه ان انا اعمل حاجه تكون حاده. لذلك الميك اب بتاعي على خفيف، والشغل كله في العين بس. فطبعا حاجه كده بس غامقه على طرف العين، وبقوم واخداها كده بسيحها على الداخل. ومن النص زي ما شفتوا حطيت اي شادو اللي هو اللون بقى الفاتح، ودمجتهم كده مزج على خفيف. وبعدين ماسكارا، وبعدين بالكحل بقى طرف العين برضو من تحت فقط. وبسيحها بالفرشه اللي هي بتبقى القصيره القويه دي شويه. بالنسبه للروج، في بنات كانوا بيسالوني قبل كده اللون الفاقع اللي انت بتتكلمي عنه ده جايباه منين؟ ده يا جماعه كان هديه جوه علبه ميك اب، هديه من ريد تاج مع فاتوره مشتريات بمبلغ محدد. فوالله هو ملوش اسم وملوش رقم، يعني هو تبع ريد تاج عموما. فطبعا في البدايه لما بحطه بتتخضوا، بس انا بخففه كده بمنديل، بطبق على منديل، وبعدين بقوم حاطه الجلوس زي ما انتم شايفين كده. كل ما كان الروج فاتح والجلوس عليه بيديكم كده يعني لوك حلو، لوك رقيق كيوت. بس ظبطت الحواجب وخلاص. يا بنات ايه رايكم؟ شوفوا، رغم ان انا عامله ميك اب اللي هو حاجه كده كيوت رقيقه خالص خالص، الشغل كله في العين. بس بصوا بقى، بقيت البشره لون واحد، التغطيه بتاعته حلوه قوي قوي قوي. انا نفسي اقرب لكم الكاميرا لاقرب حاجه، هتلاقوه قد ايه ناعم. او شوفوا قد ايه ناعم، ولا في تكتلات اهو، ولا في مثلا خطوط اللي هي بتبقى خطوط الفرشه ولا الاسفنجه ولا اي حاجه. بشره طبيعيه جدا جدا جدا.
يعني حاجه حلوه جدا. يعني انا لو ما كانش عجبني في المره اللي قبل كده اهو، انا ما كنتش جبته تاني اهو يا بنات. وطبعا في اللي بيبقى اسمه ايه، اللي بتبقى ازازه كده مضخه، وبيبقى فيه اللي هو النوع ده، وبيبقى فيه يعني في اشكال كتير. عموما انا بكلمكم عن ده النهارده. بصوا انا ما جبتوش معايا عموما يعني. بس فطبعا لما جيت اخترت نفس النوعيه تاني ونفس الدرجات تاني. في اغمق وفي افتح، في اللي هو لونه على بيج، في اللي لونه بيبقى مدي بنكات، في اللي لونه بيبقى مدي اصفرات. فانتوا بتشوفوا بقى عموما لما بتفتحوا الموقع بتشوفوها كده، بتشوفوا الصفحه. كبري الصوره، ادخلي على الصوره افتحيها بتاعت الموديل، كبري شوفي الدرجه، هي دي الدرجه مناسبه ليكي ولا لا. عموما احنا كلنا خلاص عارفين الدرجات اللي بتبقى مناسبه مع وشنا، حتى لو احنا شايفينها في صوره. تمام. يلا بينا ننزل بقى. استنوا، هننزل من غير ما نشوف اللوك. طبعا انتوا حفظتوا السالوبيت ده، فاكرين السالوبيت ده؟ فاكرين طبعا، فاكرين السالوبيت، الجامب سوت. الجامب سوت يا حبيبتي، الجامب سوت. ركزي كده بقى معايا يا حبيبتي. ما بقاش جنب صوت يا ولاد، ما بقاش جنب صوت. انتوا عارفين لما بشغل دماغي، قلت لكم دماغ شغاله مش بتنام. حولته لفستان. هو كده كده اصلا كان دوبل كلوش، كان جيب بنطلون ونازل استريت على كلوش، دوبل كلوش مش كلوش بس، لا دوبل كلوش. فكان انا توقعت شكله في فستان هيبقى جميل قوي قوي قوي، وخاصة ما انتوا عارفين تخنت، فمنظره مع بنطلون مش هيبقى لطيف خالص يعني، هبقى كلي على بعضي كده غلط. بس يلا بينا. استني يا بنتي، سؤال. حطيتي لايك؟ فتحتي الفيديو اتفرجتي عليه من جوه؟ دوسي على الفيديو افتحيه وحطي لي لايك. الهي تنسطري يا كل اللي حطيته لايك، لا يستركوا ربنا. ده المثبت بتاع الميك اب اللي انا اصلا ما شفتش في جماله. انا مره واحده في حياتي جبت نوع كده وبخيته، لقيته عمل لي نقط ميه وبقعت. ده بقى اللي هو سبراي يعني، اللي هو شوفوا انتوا هتشوفوا. انا هبخ لكم بخه كده قدام الاسود عشان تشوفوا وهو خارج. شايفين زي البرفان، حلو قوي. وبعدين يعني ملوش ريحه. حد هيبخ في وشك حاجه اكيد ان انت هتبقي خايفه يعني. ما تزوديش بقى الحاجه، لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. البت مزوز ما رضيتش تديني المروحه اللي بالشحن. انت عايش. اهو يا جماعه المثبت بتاع الميك اب اهو، مكتوب عليه شي جلام، ده الكلام اللي مكتوب عليه عموما يعني. اهي دي وعلبه الفاونديشن الكريم اهي، وده اللي مكتوب عليها من ورا، اللي انا بقى مستخدماها بالذات اهو. اهو طبعا اللي مع ريم جاي لها بقى في الحر وكل حاجه كانت معوجه وكده، فهي ما خلتهاش محطوطه شويه، لا هي حطتهم في التلاجة اصلا على طول، لان درجه الحراره هناك بقى في السعوديه انتوا عارفين يعني. لو كانت سابته شويه كده محطوط مع دول كان هيرجع يتفرد تاني في العبوه. بعدين تحطها لي في التلاجة بقى لحد ما ابقى ارجع يعني. بس لونه حلو جدا. وانا في منطقتي بشتري عنب وكنتالوب وخوخ، وبحب بقى اشم ريحه الفواكه قوي. مش ممكن، ريحه الكنتالوب رهيبه. الراجل راح مش عارفه فين وانا واقفه مستنيه هنا في منطقتي يعني، في البلوك اللي ورا ماما يعني. كده ليه يا عينيا قلبي جرى ايه؟ الدنيا حلوت كده ليه؟ يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني. يا اصحابي يا اهلي يا جيراني
لحظاني مش قادر على فرحة قلبي مش قادر أبدا يا حبايبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر أبدا يا حبايبي والكلمة اللي أنا عايش فيها هدوب كل الشوق فيها الكلمة اللي أنا عايش فيها هدوب كل الشوق فيها وهقولها وأعدها هلا والله هلا والله هلا والله وغلا. البيت بناسه يا حبايبي مش بأساسه. البيت بناسه مش بأساسه. ومعانا ومعاكم بلبلة. ازيك يا اهلا بلبلة؟ وسهلا بيكم. عاملة ايه؟ بسلم عليكم وببعت لكم الف بوسه. على الحمد فكرة لله. على فكرة يا بلبلة انا زعلانة منك قوي قوي قوي. ليه بقى؟ صدقيني زعلانة منك بصراحة. المستوى اللي انت عايشة فيه ده مش عاجبني خالص. لا المستوى ده جميل، ده احلى مستوى يا حبيبتي. لا 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 مش ممكن. ايه ده ايه ده؟ هو ايه ده ايه ده الكنب بتاعك؟ باساسها ولا الناس اللي فيها؟ لا 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 بنفسها يا حتى ماما. الكنب اللي عندك ده الخشب الزان دوت. لا 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 مش ممكن. لا 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 ما تعيبيش على حاجتي لو سمحت، ده احنا ما شاء الله. خير. عايزة الأغنية في الخلفية ست الحياة. حبايب يا حبيب. انا مش متخيله اصلا ان انا اروح ازور ماما في منطقه بعيده، عماره ومش عارف ايه، وما فيهاش الناس جيراننا اللي بقابلهم وانا جايه وبسلم عليهم واصحابي ايام المدرسه شفت وجيراننا. اصحابك لما بصوا لقوكي واقفه بس اه والله من الشباك وقفت معاهم من الشباك. قعدت. فاكره العجل يا مروه؟ فاكره لما كنا بنلعب سوا وبنجري في الشارع؟ فاكره لما كنا بنأجر عجل ونروح نسوق ونتسابق؟ قالت لها يا على الايام، ده انت رجعتينا للزمن الجميل. اه والله والله الحمد لله. الواحد يعني عدى 40 سنه واكتر في الحته اللي احنا فيها دي. ناس ماتت وناس حيت واحنا فيها ما شاء الله. بس يعني والله يعني تعرفوا يا جماعه حتى يعني ماما كان في جنبنا هنا منطقه اتعملت جديده تبع اسمها ايه الشركه السعوديه. عملت السعوديه جالها ما رضيتش. ما رضيتش والله. وكانت الشقه ساعتها بايه؟ ب 45,000. وكانت تقدر طبعا تاخد. انا جاتني شقق في منتهى الجمال، بس ايه بقى؟ في اخر الدنيا. يعني متهيألي كانت مدينه نصر دي ابعد حته في مصر. كنت دايما بقول تقولي ان لها انا لو ده ده أنا جميل. المغرب لو بصيت في كف ايدي ما ما اشوفوش. نشوفش كفنا هناك. وفي عمارات السعوديه خطوتين جنب مني اهي. بس اقول لا، انا خدت على الحته دي وجبت عيالي فيها، تربوا فيها وتنشأوا فيها. وانا نفسي يا امهم يعني نشأت هنا، اتربيت هنا. يعني انا اتربيت هنا اكتر ما اتربيت في بيت اهلي. عشت هنا اكتر ما عشت في بيت اهلي الحمد لله. وطبعا جيراني وحبايبي الخياطه بتاعتي وحواليا بقى كل اللي انا عايزاه بجيبه بالتليفون. انتوا شفتوا السمكه لما تبقى في الميه ما تقدرش تطلع منها، لو طلعت تموت. انا ما اقدرش والله. حتى لو اروح في مكان هقعد كده شويه فيه بابا عايز انزل اجري اروح بيتي ارجع. ما برتاحش غير في بيتي، المكان اللي انا اتربيت فيه. اجتهدت مره اعمل البيت، انظف البيت، اجدد انتريهي، اعمل حمام عايز يتظبط اعمله. حاجات بسيطه جدا وتلاقيه بقى زي الفل. فيها ايه؟ طب ما ياما. طب روحوا شوفوا العمارات اللي في وسط البلد، عبق الزمان عليها. الناس باخلاق البيوت ولا البيوت باخلاق الناس؟ حاجه غريبه قوي. مفيش بيت يعيب صاحبه ولا اصحاب يعيب البيت. المكان اللي نشأت فيه انت اي حد هيلاقي بيت امه وبيت ابوه من الاثار وما يقدرش. يعني انا اعرف واحده والله العظيم يعني خيرت امها اجيب لك شقه يا ماما وفي مكان جميل مش عارفه، قالت لا انا اظبط هنا واعمل بدل مثلا الشباك ده او اظبطه والباب ده مش عارفه انقله، لكن ما سيبش المكان، ما اخرجش من بيتي. عموما يا جماعه انا عايزه اقول لكم بقى كلمه من اجتهاد من عندي انا بقى شخصيا. يعني اللي بيتهم الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. الناس اللي بتتكلم وتلقح
اللي احنا عارفين اصلهم وفصلهم. ما تحدفوش الناس بالطوب، ده الواحد ساكت بس. مش معنى ان واحد يجيب له شويه مشاهدات فالكل بقى يطلع يرمي كلامه وخلاص. لا، نهدى كده شويه على بعض، يعني نهدى شويه على بعض، علشان انا ما بحبش، انا بفضل ادي فرص، انا ما بحبش ما اذي حد. يخش في بستنى شويه، في اللي ما يفهموش، ما يتكلموش في حاجه ما يعرفوهاش. وعايزه اقول على بس. حاجه كمان، حاجه مهمه جدا. واحده مثلا النهارده عملت لكم فيديو غيرت ستاره، ربنا كرمها وجابت على الفيديو ده 1,000,000 مشاهده، يا ربي اللهم بارك وارزقنا خيرا منها. تقولك ايه؟ طب انا هجرب المره الجايه، انا هجدد كرسي. تجدد كرسي، عملت عليه فيديو، ربنا رزقها ب1,000,000 مشاهده عليه ده كمان. قامت جايه اليوم اللي بعده قامت عامله طبخه ما جابتش 3-4 آلاف مشاهده. رجعت تاني قامت داخله ايه؟ غيرت لامها حاجه في بيتها، قامت راجعه تاخد 1,000,000 مشاهده. ساعتها هنا تقوم قايله لك ايه؟ بس خلاص انا حطيت رجلي على اول الطريق السليم، انا عرفت طريق اللي كان ضايع مني، فخدته محتوى وقعدت تعمله مش حبا في مامي ولا حبا في حماتي ولا حبا في اختي ولا الكلام ده، لا، انا لقيت ان انا بعمل بيجيب الافات لها شغل وبيعمل لها مشاهدات مثلا. بس. فاحنا ما نقسش على مثلا نوعيه الفيديوهات ديت باقي القنوات. وانتي ظروفك ايه يا مروه؟ واعملي لمامتك يا مروه والكلام ده. يا رب يا رب يرزقني يا حبيبتي بالمشاهدات الجميله ويرزق الجميع. وان شاء بصي انا ممكن اخرم الحيطه وادخل على الجيران اعمل لكم شقه الجيران كمان، يعني لان كل ده بيتصرف من القناه، اللي القناه بتطلعه بنصرف على القناه. لان انا جالي كذا حد بيحكم على فيديوهاتي او بيحكم على علاقتي باهلي من خلال فيديوهات بتاعت بعض اليوتيوبرات بيعملوها. انت ما بتعمليش لمامتك، ما بتسويش لمامتك، مش عارف ايه. الحمد لله ماما عايشه احسن عيشه، الحمد لله ماما مبسوطه، اهم حاجه ان هي مبسوطه. فيا حبايبي ماما لو احتاجت عيني تاخدها، لو احتاجت عيني. يعني الحمد لله الواحد بيحمد ربنا وبيشكر فضله. الحمد لله ان الانسان عايش كويس وعايش مبسوط، الحمد لله في نعمه وفضل من رب العالمين. الحمد لله. والله الحمد لله احمد ربنا وابوس ايدي كده وش وظهر. الحمد لله. اهم حاجه الرضا. انما انا بنتي ممكن اقول لها هاتي المفتاح وتقول لي خدي يا ماما المفتاح بتاع بيتي واقعدي وعيشي فيه، لكن انا لا، ما اقدرش. خلاص انا متاقلمه على حاجه معينه. لو حتى رحت وقعدت كام يوم ببقى عايزه اجري اروح عند سمسمه، عايزه اروح كده. انا دي طبيعتي، ما اقدرش اخرج بعيد وابعد عن بيتي ابدا ابدا، مهما كان مكسر بقى مدغدغ مترتب، انا اللي عايشه فيه، دي حياتي وانا اللي عايشاها. ما اشتكيتش لحد وما احبش حد يتكلم في خصوصيات اي حد مهما كان، ملوش لزوم. ما نجرحش بعض، ما نحرجش حد. انتوا ما تعرفوش داخليات الناس مع بعضها ايه، ما تعرفوش داخليات بنتي مع امها ايه. مش لازم بقى نحط ايه، ندس السم في العسل زي ما بيقولوا، ملوش لزوم. عندك كلمه حلوه قوليها، ما عندكيش كفى يعني كفى بالله وكيلا، كفايه. يعني ايه خلاص. يعني الناس اللي بتقبل على نفسها شيلوا على قد ما تشيلوا، اقبلوا يعني على قولي نفسكم. كلمه حلوه، المهم يبقى فيه محبه وفيه ود وفيه حنان وفيه سؤال وفيه عاطفه وفيه كده لمه حلوه، لقمه حلوه. دي اهم من والله العظيم من المال الدنيا وما فيه. وان شاء الله ربنا، الواحد بيقول ربنا ما يحوجوش لاي حد خلقه ربنا. يا رب نفضل كده بس ماشيين على رجلينا وما نحتاجش لاي حد، ولا يحوجكوا انتوا لحد ولا تحتاجوا لاي حد ابدا في يوم من الايام. ويستركم ويسعدكم ويبارك فيكم وفي اولادكم يا رب، وما تنضموش ابدا ابدا، ولا تتخضوا على عزيز ولا غالي على قلوبكم ابدا ان شاء الله. ويبارك في اولادكم وينجح لكم اولادكم اللي بيمتحنوا ربنا معاهم، اللي في الثانويه العامه ربنا يا رب يكرمهم وتشوفوهم كده في احسن واعلى مراتب ان شاء الله. الواحد يشوف الاساسيات الاول ايه وبعدين يتكلم بقى في الحاجات
التفاهات اللي ملهاش 3 لازمة. كل واحد يعيش في بيته زي ما هو عايز بس.